السلام عليكم and hi guys, hope you are doing amazing. في فيديو اليوم غنديروا واحد الحاجه inspiring اللي هي الفيجن بورد ديالي. كما كتشوفوا غادي نوريكم شنو حطيت فيه، علاش، كيفاش تقدروا حتى نتوما تقادوا الفيجن بورد ديالكم step by step. If you are into motivation, goals and good vibes, هاد الفيديو غادي يعجبكم بزاف. Let's create our dreams. يلا نبداو. ودابا غنحتاجو ورق مطبوع فيه داكشي اللي اختاريته. انا شخصيا اختاريت everything من ابليكاسيون بينترست. من بعد غنحتاجو ورقه بيضاء حجم كبير وطبعا مقص، ما يمكنش نخدمه بلا بيه، وحتى طرف ديال الكرتون حيت ما لقيتش قياس كبير في الطابلوات فاضطريت نديرها بهذه الطريقه. نتوما طبعا تقدروا ديروا بحالي، ولا الا لقيتو طابلو كبيره استعملوها. المهم خدموا باللي مرتاحين فيه. ودابا نبداو في التقطيع، نقطعوا المهم بقاو تقطعوا حتى تعياو. واحد الحاجه، ماشي بالضروره تقطعوا داكشي بيرفكت، يعني تمشيو مع الاطار، يعني اتس اوكي. خليو الحواف مايله شويه مدوره، كيعطي واحد المنظر زوين و استيتيك. وحنا كنقطعوا، اجي نقول لكم باللي خصكم ضروري تكونوا واضحين مع راسكم، وتكونوا عارفين مزيان شنو باغيين تحققوا في هذا العام، الجولز، الاحلام ديالكم، شنو باغيين تبدلوا في حياتكم، لايف ستايل، في المونتاليتي ديالكم. المهم اي حاجه كتهمكم، اي حاجه تقدر تنفعكم، اي حاجه كتخطوا انكم ديروها خصكم تدخلوها في هذا الفيجن بورد. كذلك خصكم تقسموا داك الاهداف. مثلا التجربه ديالي انا عندي اهداف ماديه، content creation، السفر، التطور الشخصي، قرايه طبعا اهم حاجه، اللايف ستايل ديالي. المهم حاولت نخلي داكشي بسيط وما نعمرش بزاف، وحطيت داك الحوايج اللي كنحسهم قريبين ليا وواقعيين. كنحاول نكون واضحه مع راسي، ما نحط شي حاجه عاوتاني اللي جايه من الخيال ولا اللي ما يمكنش انها توقع، باش عاوتاني ما يوقعش لكم خيبه امل في الاخير ديال السنه فاش تجيو تشيكيو شنو درتو وشنو اللي ما درتوش. اوكي، كنقول لكم هذا الشيء حيت فريمون الفيجن بورد كتاثر نفسيا، وعلم النفس كيهضر على goal setting theory، واللي كتقول باللي الاهداف اللي واضحه واقعيه وقابله للتقسيم كترفع من نسبه التحقيق ديالها. اما الاهداف اللي كبيره بزاف كتخلق واحد التوتر، يعني علميا مخك كيتحفز بالانجاز الصغير ماشي الضغط. فالتصور البصري اللي كيتمثل في هذا الفيجن بورد كيعاون المخ يركز على الاتجاه اللي باغيه، ولكن الا كان التصور غير واقعي المخ كيدخل في واحد الحاله اللي سميتها false satisfaction. كتولي كل مره كتشوف داك الفيجن بورد كتحس بالضغط في عوض ما انك خاصك تحس بالتحفيز. يعني ديروا هذا الفيجن بورد باش تعطيكم امل وطاقه، ماشي ستريس. وما تقارنوا راسكم بحتى شي واحد، حتى انا ما تقارنوش راسكم بيا. تقدروا تاخذوا مني افكار، ولكن ما تقارنش راسك بشي حد، حيت بكل بساطه كل واحد والظروف ديالو والتوقيت ديالو في الحياه. يعني شوفوا داكشي اللي كيعجبكم وخدموا عليه الطريقه ديالكم. ركز على الرحله ديالك، ركز على الفيجن بورد ديالك. خليكم متيقنين ان التقدم الصغير ديالكم راه مهم بزاف، ولو انه ما يبانش للناس، ولو ان الناس تقدر كاع ما تلاحظوش. وواحد الحاجه اللي مهمه بزاف انه الفيجن بورد ماشي سباق، راه بوصله كتفكرك بالاتجاه ديالك. يعني خليها باش تعاونك، باش كل مره تشوفها ترجع تركز، ما تضيعش طاقتك في حوايج ما عندها حتى شي علاقه بك. المهم كانت دردشه خفيفه معكم، كنتمنى نكون ضيفه على قلوبكم وزرعت فيكم واحد الطاقه ايجابيه اللي طبعا كلنا محتاجينها. وانا روخه حطيت لا فيديو معطله تداز شهر من 2026. انا ديما صراحه كنقولها لراسي وغنقولها حتى ليكم، it is never too late. انك تبدا مؤخر احسن من انك ما تبداش. ودابا let's go back to my vision board.
كما كتشوفوا شديت الكرتونه درت فيها لصق. بالنسبه للصق انا كنستعمل ايهي كتعجبني، ولصقت عليها الورقه البيضاء اللي ذكرت لكم في الاول ديال لا فيديو باش كتعطي هكا منظر احسن. وصافي جدا باش اننا نبداو نلصقوا عليها. هنا كنت بديت انني نرتب داكشي كل حاجه نديرها في بلاصتها. يعني قسمت الفيجن بورد ديالي تقريبا على واحد 4 ديال البارتيس، وبديت كنشوف داكشي واش هو هذاك شنو ناقص باش كتجي مرتبه اكثر واكثر. في سيبون مباشره بديت نلصق داكشي كل حاجه كنديرها في بلاصتها. داكشي ديال العنايه بالبشره ولا العنايه بيا انا داكشي اللي باغا نشري ولا اللي محتاجه ولا اللي كنطمح انني نشري ان شاء الله يا ربي باذنه درتو في بلاصه. وضروري هيدا كل بارتي تعملوا شي عباره اللي محفزه. اوكي، وهنا القرايه ولا سيرتيفيكا حيت بغيت نطور راسي نتعلم اكثر، نستثمر في العقل ديالي قبل من اي حاجه. وكما كتشوفوا الفيجن بورد ديالنا بدات كتبان، بداو الاهداف ضحوا اكثر واكثر. شوفوا هنا هادو بالنسبه للحوايج اللي I really want to try them. سفر، تجارب، لحظات جديده. اخر حاجه اللي هي الكونتنت كرييشن، اللي بالنسبه لي اللي ماشي غير تصوير ونشر، راه التزام مع راسي ومع الحلم اللي قررت نامن به، واللي غنشارك الرحله ديالي نعبر على راسي ونخلق قيمه. هاد اللوحه بالنسبه لي ماشي ضغط، هي توجيه وما بين الرؤيه والتنفيذ. وبهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا ووجدنا الفيجن بورد او بالاحرى البوصله اللي غتعاوننا في الطريق. الا وصلتوا حتى لهنا راه حتى نتوما عندكم حلم، وكنقول لكم راه ممكن، غير بداو. وما تنساوش تقولوا لي في الكومونتيرات شنو اكبر هدف حاطينه في 2026. ونشوفكم في الفيديو الجاي. كانت معكم مس نرجوسه. ما تنساوش اللايك والسبسكرايب حيت اللي جاي احلى باذن الله. مع السلامه، في امان الله وحفظه.